اعتدت أن تؤمن بأنك كلما أعطيت أكثر حصلت على أكثر. بأنك إن كنت منتبها ومهتما ومخلصا سترد المرأة بالمثل. كانت تجتهد في فهمها وتخمن مزاجها وتحاول أن تكون ذلك الرجل الذي لن يخيب الظن، ثم تتفاجأ في كل مرة بأن النتيجة معاكسة تماما. كلما أعطيت أكثر، كلما صار البرود بينكما أشد. لماذا هي تنجذب للطيبتك بل للأنبالاته؟ لماذا صدقك لا يثير فيها الرغبة في الرد بالمثل بل فقط الإرهاق؟ أنت تسمي هذا ظلما، لكن في الواقع هذا قانون. المرأة لا تشعر بما تقوله، بل بما تشعه. هي لا تسمع الكلمات بل الاهتزاز الذي خلفها. وإن كان في عنايتك خوف، وإن كان وراء انتباهك قلق من الرفض، تحس بهذا فورا. المرأة لا تتفاعل مع الجهد، بل تتفاعل مع طاقة الثقة. حيث يوجد هدوء يولد جذب، وحيث يوجد توتر ينغلق القلب. أنت تحاول استحقاق الاهتمام، لكن الاهتمام المستحق لا يولد جذبا، لأن وراءه توقعا لا حرية. المرأة لا تستطيع أن تنتعش برجل ينتظر جائزة على طيبته. هي تستجيب لمن يعطي من الامتلاء لا من الخوف. لأن الطاقة الناضجة لا تطلب، هي فقط حاضرة. الرجل الذي يفعل بلا توقعات يصبح جذابا بهدوء. فيه لا حاجة، وهذا بالضبط هو ما يثير الرغبة في الوجود بجانبه. أن تظن أن قلب المرأة يفتح بالتفسيرات والأفعال، لكنه ليس بابا يحتاج مفتاحا. إنه تيار يستجيب للحالة. المرأة تشعر أعمق مما تفهم. وحين تكون بجانب رجل لا يثبت شيئا ولا يبرر ولا ينافس على الاهتمام، تبدأ هي في التحرك. لا لأنه أجبرها، بل لأن طبيعتها تبحث عن الاستقرار. الرجل الذي يجتهد كثيرا يصبح قلقا للمرأة، والرجل الهادئ يصبح سندها. هذه ليست لعبة ولا تلاعب ولا استراتيجية باردة. هذا القانون الطبيعي للتوازن. كل ما يفعل من حاجة يفقد قوته، وكل ما ينبع من الامتلاء الداخلي يخلق جذبا. هكذا تبدأ في فهم أنك لا تستطيع الحصول من المرأة على ما تريد بالطلب أو محاولة الإعجاب. هذا يحدث حين تتوقف عن الطلب تماما، حين تتكلم طاقتك بصوت أعلى من كلماتك، حين يصبح حضورك بحد ذاته هو الجواب. المرأة لا تستجيب لما تفعله بل لكيف تكون حين تفعله. يمكنك قول الكلمات الأصح، أن تكون مؤدبا وسخيا ومنتبها. لكن إن كان تحت هذا كله خوف، إن كان في داخلك ذلك القلق المطن، ماذا لو تركتني؟ فهي ستحس بذلك. حساسية المرأة مبنية على هذا بالتحديد. الكلمات بالنسبة لها ليست لغة بل غطاء. هي تسمع لا العبارة بل نبرة الروح، لا الوعد بل نقاء يقينك. ولهذا أحيانا بجانبك تبتعد المرأة، بينما بجانب شخص آخر تنفتح. لا لأنه أفضل أو أجمل أو أذكى، بل لأن طاقته أهدأ. هو لا يحاول الاستحقاق، هو فقط موجود. وهذا الوجود أقوى من كل إثباتاتك. المرأة تحس بالسلام كأمان. حيث لا تحتاج أن تفسر شيئا تصبح لينة. وحيث تشعر بالقلق تنغلق بالغريزة. أن تظن أنها تريد الاهتمام، لكنها لا تريد الاهتمام. تريد الحضور. وهذان شيئان مختلفان تماما. الاهتمام يولد من الجهد، والحضور يولد من الصمت الداخلي. الرجل الذي يعرف كيف يكون في الصمت دون أن يخلق ضغطا يصبح مصدر سكينة. يحس بهذا فورا. نظرته لا تبحث عن تأكيد. صوته لا يرتجف من التوقعات. فيه لا حاجة للإعجاب. ولهذا بالضبط يريد المرء البقاء بجانبه. يمكنك أن تقضي مع المرأة المساء بأكمله، لكن إن كان انتباهك مشبعا بالتوتر ستمشي منهكة. ويمكنك أن تقول كلمتين، وتبقيان معها أسبوعا، إن لم يكن فيهما خوف.
المرأة تستجيب لحالة الارتكاز الداخلي لا للدور ولا للصورة ولا للعبة. ولهذا الرجل الذي يعادل نفسه يعادل كل شيء حوله. الحالة هي قوتك الحقيقية، لا العضلات ولا الذكاء ولا الثقة الخارجية. الثقة الحقيقية سلام يحس به دون كلام. حين تتوقف عن البحث عن طريقة للتأثير تبدأ في التأثير فعلا. المرأة بجانبك تتوقف عن الدفاع، لأنه لا يوجد خطر. وفي تلك اللحظة بالذات تعطي أكثر مما طلبته في حياتك. لا تستطيع إجبار المرأة على التصرف وفق إرادتك، لكن تستطيع خلق مساحة تريد فيها هي ذلك من تلقاء نفسها. وهذه هي الطاقة الناضجة. لا تلك التي تطلب، بل تلك التي تجذب. حين تتوقف عن الحاجة، يأتي كل ما هو ضروري وحده. قد لا تلاحظ كيف تحول العلاقة تدريجيا إلى حقل توقعات. حين يصبح كل إيمئة منك محاولة للحصول على صدى، وكل كلمة أملا في الاعتراف. هذا ليس حبا، هذا جوع داخلي. وكلما انتظرت أكثر كلما حصلت على أقل. المرأة تشعر حين يتوقف انتباهك عن كونه حرا. هي ترى حين يكون وراء عنايتك لا قوة بل طلب. ألاحظني، أكد لي أنني مهم، وفي تلك اللحظة ينغلق قلبها، لأن لا امرأة تريد أن تكون خلاص أحد. تظن أن كونك حساسا يعني ضعفا، لكن الضعف ليس في المشاعر بل في تبعيتها. المرأة لا تهرب من هشاشتك إن كانت فيها كرامة. هي تهرب من الحاجة التي تصغرك، من تلك الحالة التي تتوقف فيها عن كونك سندا لنفسك. لأن المرأة لا تحتاج الرقة وحدها، بل الحدود أيضا. وإن خسرتها من أجلها، خسرت هي احترامها لك. التعلق العاطفي هو حين تنتظر منها ما لا تستطيع أن تمنح نفسه، الثقة والاعتراف والسلام. لكن هذا كله لا يأتي من الخارج. طالما لم تجد المصدر الداخلي ستتأرجح بين الإفراط وخيبة الأمل ومن الأمل إلى الإرهاق. المرأة تحس بهذه الأرجوحة وتنهكها. هي لا تريد أن تكون مركز استقرارك. تريد أن تكون بجانب من هو مستقر بالفعل. أن تسأل لماذا هي تفعل كل شيء من أجله. ربما لأنه لا يطلب شيئا، لأنه لا يسحب طاقتها ولا يتوقف في الانتظار ولا يحول العلاقة إلى تبادل. إنه ممتلئ من نفسه، وأنت ممتلئ بها. وطالما لم تعد اهتمامك لنفسك، وطالما لم تتوقف عن انتظار أن يملأ أحد فراغك، ستخسر. التبعية شكل من الخوف، والخوف أسوأ مستشار في الحب. يجعلك تتكلم زيادة وتتصرف بتسرع وتشرح ما يمكن الشعور به ببساطة. المرأة لا تهرب من الحب، تهرب من القلق. وكلما اشتدت محاولتك للإمساك كلما أسرعت الخسارة. الحرية تبدأ في اللحظة التي تتوقف فيها عن البحث عن تأكيد قيمتك في نظرة شخص آخر. حين تتوقف عن الانتظار وتبدأ في الكينونة. حين تتوقف المرأة عن كونها مرآة لحاجتك وتصبح انعكاسا لسلامك. المرأة لا تتبع الكلمات، تتبع الإحساس الذي يولد بجانبك. كل ما تراه في سلوكها انعكاس لحالتك الداخلية. برودها جواب على قلقك. ابتعادها انعكاس توقعك. وليونتها استجابة لسلامك. المرأة لا تفعل شيئا هكذا فقط. هي تتصرف من مشاعر ولدت من المساحة التي تخلقها النت. يمكنك أن تتحدث عن الحب، لكن إن كان وراء كلامك خوف، هي ستسمع الخوف لا الحب. يمكنك أن تصمت وهي ستشعر باليقين إن كان فيك سلام. المرأة لا تلتقط المعنى بل الاهتزاز. بالنسبة لها المهم لا ما تريد بل من أنت حين تريد. ولهذا بجانب رجل ما تنفتح وبجانب آخر تنغلق. الجوهر ليس فيها، بل في الصدى الذي يخلقه الرجل بحالته. إن كنت متوترا وتريد الإثبات وتنتظر ردة الفعل، فأنت تخلق مجال سيطرة لا حرية.
المرأة في ذلك المجال لا تتنفس، تتحصن. لكن إن كنت هادئا وفي الحضور وليس فيك رغبة في إجبار الحياة على السير وفق سيناريوك، هي تسترخي. لأن الطبيعة الأنثوية لا تحب العنف حتى في الطاقة. هي لا تحتاج بطلا، بل مركزا. رجلا في داخله من النور ما يكفي لتدفأ به. وهذا بالضبط هو السبب في أن النساء القويات يتعبن من جهود الرجال، لأنهن لا يحتجن معركة أخرى. يحتجن مساحة يمكنهن فيها الكينونة. الرجل الذي يحمل السكينة يصبح تلك المساحة. والمرأة حتى دون أن تدرك تبدأ في فعل كل شيء من أجله. لا تستحق، بل لأنها تشعر بالارتياح. حين تكون بخير تعطي بلا خوف. لا تحصل من المرأة على ما تريد لأنك تريد أكثر مما يجب. الرغبة بحد ذاتها ليست المشكلة. المشكلة في مصدرها. حين تولد من الامتلاء تلهم. وحين تولد من الفراغ تدمر. المرأة تشعر من أين يولد فعلك. إن كان من الوفرة تنجذب. وإن كان من الجوع تنغلق. هكذا يعمل هذا القانون. المرأة مرآة. وإن أرضت أن ينعكس فيها الاحترام ابدأ بإشعاع الاحترام لنفسك. وإن أرضت الدفء أدفئ نفسك أولاً. وإن أرضت الصدق توقف عن اللعب. لا سحر في هذا، فقط وعي. المرأة تفعل للرجل ما يفعله هو لنفسه. ثمة رجال يحس بحضورهم حتى في الصمت. لا يتسرعون ولا يتجادلون ولا يثبتون، يتكلمون فحسب بإيجاز. وهذا يكفي، لأن وراء كلماتهم يوجد ارتكاز. المرأة بجانب مثل هذا الرجل لا تحلل ولا تزن. تشعر بالسكينة وتنساق إليها كما يأخذ الماء شكل الضفة. القوة الحقيقية لا تحتاج صخبا. أثرها غير ملحوظ، لكنه يحول القلق إلى ثقة. يمكنك أن تكون ذكيا وكاريزميا ومهتما، لكن إن لم يكن فيك سلام فكل هذا يتحول إلى ضجيج. المرأة تلتقط قلقك حتى من خلال الابتسامة. تشعر حين تخش، حين تحاول الإعجاب، حين في داخلك صراع. وكلما زادت محاولتك في التحكم بالموقف كلما ابتعدت أكثر، لأن الصمت دائما يهزم الضجيج. الرجل الذي يتكلم أقل ويشعر أعمق يثير في المرأة ثقة أكبر من يحاول الإقناع. قوتك ليست في الشرح بل في الكينونة. المرأة تستجيب لثقة لا تستعرض. تشعر حين يكون بجانبها رجل لا يحتاج تأكيدا خارجيا. ليس عليه إثبات شيء. هو يعرف أن كلماته تحمل وزنا حتى حين تنطق بهدوء. مثل هذا الرجل لا يتفاعل. هو يختار متى يتصرف. وفي هذا سلطته بلا ضغط وتأثيره بلا جهد. النساء لا ينجذبن للسيطرة، ينجذبن للسلام. وفي هذا السلام حدود ووضوح وكرامة. الرجل الذي لا يفقد نفسه في عاطفية المرأة يخلق حوله جوا من الأمان. لا لأنه ينفصل، بل لأن صمته الداخلي أوثق من أي وعد. يستطيع سماع العاصفة دون أن يمتصها. وهذه القدرة على كونه مرساة هي ما يجعله مركزا حقيقيا. يمكنك ألا تقول شيئا، لكن إن كانت حالتك ثابتة ستشعر المرأة أن بجانبك يمكن التنفس. وعندها تفعل من أجلك أكثر مما لو طلبت، لأن أفعالها ليست واجبا بل استجابة. هي تشعر أن أنوثتها آمنة بجانب نضجك. وهذا هو السر الحقيقي للتأثير. لا طلب ولا إثبات ولا لعب، فقط أن تكون مع نفسك باكتمال يجعل كل شيء آخر يترتب من تلقاء نفسه. طالما تنتظر ردتها أن تتابع. وطالما تبحث عن تأكيد تفقد نفسك. كل ما تفعله رغبة في أن تلاحظ يضعف طاقتك. المرأة تشعر حين يصبح الرجل تابعا لصداها. حتى لو أخفى ذلك، حركاته تصبح مضطربة. كلماته تصدر بتردد. في نظرته يظهر الانتظار.
والانتظار نقيض القوة. المرأة تنجذب لمن لا ينتظر بل يمشي في طريقه، بغض النظر عن كيفية نظرتهم إليه. حين يتوقف الرجل عن الاعتماد على موافقة المرأة يتوقف عن القابلية للإدارة. هو لا يتظاهر بالبرود، هو ببساطة حر من الداخل. انتباهه لم يعد يطلب جائزة. هو لا يحتاج تصفيقا، لأن قيمته لا تعتمد على نظرة أحد. مثل هذا الرجل لا يركض خلف ردة فعل. ردة الفعل تأتي وحدها، لأن الطبيعة الأنثوية دائما تنجذب للتقرار. هي لا تبحث عن المثالي بل عن الهادئ. لا عن العديم العيوب بل عن المتزن. قد تظن أن اللامبالاة تجعلك قويا، لكن اللامبالاة حماية، والنضج سلام بلا حماية. الرجل الذي لا يخاف الشعور لكنه لا يغرق في المشاعر يصبح مغناطيسا. المرأة بجانبه تشعر بالحرية، لأنه لا يجعل منها معنى حياته. انتباهه نظيف بلا توتر وبلا محاولة الحصول على شيء في المقابل. وفي هذا الانتباه تتفتح كالزهرة في النور الدافئ. تتوقف عن الخوف من خسارتها لأنك تفهم ما هو لك لا يحتاج الإمساك. كل ما يمسك بالخوف محكوم عليه، وكل ما يولد من الثقة يبقى. حين تعيش باحترام داخلي لنفسك تبدأ المرأة في احترامك كذلك. حين تتوقف عن البحث عن العاطفة تبدأ في منحها من تلقاء نفسها. لأن طاقة الجذب لا تولد من الفعل بل من الحالة. المرأة تفعل كل شيء من أجل الرجل الذي لا يجعلها مركز كونه. هو يرى فيها انعكاسا لكن ليس معنى. هو قادر على الوجود بجانبها دون فقدان الاتجاه. وهذه الاستقلالية بالذات هي الأكثر جذبا من كل شيء، لأنها لا تنفر بل تحرر. المرأة تشعر بجانبه يمكنني أن أكون نفسي. هناك لحظة حين يتوقف كل شيء في داخلك فجأة. ترى فجأة أن كل اجتهاداتك وكلامك وخطواتك لم تكن محاولة للحب بل محاولة للاستحقاق. كانت تنتظر أن يختار، أن يرد عليك، أن يعاد إليك انتباهك. لكن الزمن أثبت، كلما انتظرت أكثر كلما ابتعد ما تريد. وعندها يولد في داخلك صمت. لا بارد بل واضح. لا جرح بل فهم. لأنك تدرك كل شيء يأتي حين تتوقف عن انتظاره. المرأة لا تستجيب للحاجة بل للسلام. حين تترك التوقع تتغير الطاقة حولك. يختفي التوتر والاستعجال والرغبة في التحكم. تصبح مركزا والمرأة تنجذب للمركز. لا لأنه يطلب بل لأنه ثابت. هي لا تحتاج إنقاذه ولا تخمين ما يريد ولا الخوف من مشاعره. تشعر بجانبه بالأمان. وعندها تفعل كل شيء بنفسها، ليس واجبا بل استجابة داخلية. تتوقف عن البحث عن ردة فعل لأنك لم تعد تحتاج التأكيد الخارجي. كل ما أرضته موجود بالفعل في داخلك، الاحترام والسلام والثقة. تبدأ في رؤية أن الحب لا يشترى بالأفعال. يأتي إلى حيث يوجد مساحة. وسلامك هو تلك المساحة التي تستطيع فيها المرأة للمرة الأولى أن تكون نفسها. هذه ليست سحر ولا لعبة. هذا القانون الطبيعي للتوازن. تتوقف عن الطلب لأنك تفهم أن الطلب الصادر عن الخوف يبدو كضغط، وأن الصمت الوليد من الثقة يصدح أعلى من أي كلمة. حين تفرج دون فقدان الاحترام، يعيد إليك الوجود ما تستحق، لكن هذه المرة بلا صراع. وعندها تبدأ المرأة التي كانت تبتعد في النظر بشكل مختلف. لا لأنك تغيرت ظاهريا بل لأنك أصبحت مختلفا من الداخل. الرجل يحصل من النساء على كل شيء حين يتوقف عن الأخذ، حين يصبح مصدرا لا مستجديا. حين يعطي لا للتبادل بل لأن لديه ما يشارك. عندها تخطو المرأة بنفسها. وعندها يحدث كل شيء بلا طلبات ولا جهود، لأن القوة التي لا تبحث عن الاهتمام تحصل عليه دائما.
حين يظهر في داخلك الصمت يبدأ كل شيء حولك في الترتيب من تلقاء نفسه. المرأة تتوقف عن كونها لغزا وتتوقف عن كونها اختبارا. هي تصبح كائنا حيا يستجيب ببساطة لحالتك. حيث كان صراع يظهر انسجام. وحيث كانت توقعات يحل احترام. وأنك تحس للمرة الأولى بأنك لا تحتاج تحقيق شيء، لأن كل ما يحتاجه يحدث بشكل طبيعي. الرجل الذي وجد السلام الداخلي يصبح مساحة لا شخصية. قوته ليست في الأفعال بل في طاقة الحضور. هو لا يعلم المرأة ولا يصحح ولا يحلل. هو فقط موجود. وهذا الوجود يصبح أمانها. المرأة تشعر بجانبه بأنها تستطيع أن تكون ضعيفة وأن تكون نفسها وألا تلعب أدوارا. هي تسترخي لا من كلام بل من الجو الذي يخلقه ثباته. أن تصبح لا طالبا بل مشعا، لا مفسرا بل من يفهم بلا كلمات. وهذا هو النضج، القدرة على الوجود بجانبها دون التدخل، لكن في الوقت ذاته التأثير بأكثر الطرق طبيعية. المرأة في هذه المساحة تبدأ في التفتح لا لأنك أعطيتها شيئا خاصا بل لأنك لا تأخذ. أنك لم تسحب الطاقة فأرادت مشاركتها. المرأة تفعل كل شيء من أجل الرجل الذي تشعر بجانبه بأنها حية. وحية تكون حيث لا ضغط وحيث لا خوف وحيث لا لعب. الرجل الواقف في سلامه يقول لها بدون كلمات: يمكنك أن تكوني أي شيء، وهذه أعظم دعوة يمكن أن يقدمها رجل. دورك ليس تغيير المرأة. دورك أن تكون مكتملا بما يكفي لتستطيع أن تكون بجانبك دون أن تفقد نفسها. حين تتوقف عن الكفاح من أجل الحب تصبح أنة الحب. وفي هذه الحالة لا تحتاج تحقيق شيء بعد الآن. المرأة ستبدأ في الخلق والاهتمام والاستثمار، لأن بجانبك تشعر بالراحة لا من الشغف بل من الثقة. وهذا هو السر الحقيقي، لا طلب ولا إثبات ولا لعب، فقط أن تكون مع نفسك بما يكفي من الاكتمال حتى ترتب الأشياء الأخرى نفسها. يأتي يوم لا تبحث فيه بعد الآن عن الصيغ. تتوقف عن تحليل كيف تتكلم الشكل الصحيح وكيف تتصرف وكيف تترك انطباعا. تفهم أن كل هذا لم يكن عنها، بل عنك. عن خوفك من أن تكون غير كاف. وحين يذوب هذا الخوف يبقى الصمت. لا فراغ بالامتلاء. فيه لا جهد بعد الآن. النت فقط موجود. المرأة بجانب هذا الرجل لا تشعر بلعبة ولا استعراض ولا قوة مزيفة. تشعر بالواقع. وهذا الواقع يعمل فيها أعمق من الكلمات. في حضورك تتوقف عن التحفز. تبدأ في الثقة، لأن سلامك ليس قناعا بل ثمرة مسيرة. لم تعد تتفاعل ولا تتسرع ولا تتجادل. أن تستمع لا للرد بل للفهم. وهذه ندرة لا يمكن إلا الاستجابة لها. حصلت على ما أرضته دائما. لا لأنك نلته بل لأنك توقفت عن الطلب. كل ما كان يبدو صراعا تحول إلى تدفق. المرأة تفعل من أجلك كل شيء. لا واجبا ولا خوفا بل فرحا داخليا، لأن بجانبك هي تشعر بأنوثتها. لم تعد تحتاج الدفاع ولا التخمين. هي فقط تعيش وأنت بجانبها. بهدوء وثقة وبلا توقعات. فهمت أن التأثير ليس في السيطرة بل في الحالة، وأن الحب ليس في المشاعر بل في الحضور، وأن الاحترام لا يستحق بل يشع. كل ما أرضته يأتي حين تختفي الرغبة في الامتلاك. لم تعد تكافح العالم ولا تثبت استحقاقك. أن تقف في مكانك والعالم يستدير نحوك وحده. المرأة تفعل كل شيء من أجل الرجل الذي أصبح نفسه، لأنه لا يأخذ بل يعطي، لا يطلب بل يشكر، لا ينتظر بل يعيش. وفي هذا المفارقة الكبرى، حين لا تريد شيئا تبدأ الحياة في إعطائك كل شيء. حين لا تطلب يأتي الناس طوعا. حين لا تثبت تحترم. وهكذا تصبح من كنز تريد أن تكون دائما.
رجل لا يحتاج طلبا. رجل يؤثر بحضوره. رجل تختار المرأة بجانبه من تلقاء نفسها أن تعطي أكثر مما كان يمكنه طلبه، لأنها تشعر بأنه حقيقي. وإن كانت أرهقك الانتظار حتى يختار، ابقى هنا. هنا يتكلمون عن رجال توقفوا عن الطلب، عن قوة لا تشترى، وعن سلام يغير كل شيء. اشترك. دع كل محتوى يذكرك بأن الرجل الحقيقي لا يحصل على ما يريد لأنه يطلب، بل لأنه يستحق.